تربية قدس أبونا مكياس التربية الوطنية، وأنا مع قدس أبونا في اللي قاله إن إحنا بنرى داخل الكنائس الهوية المصرية والجزء المصري في تاريخ مصر أكثر ما بنشوفها بكتير جدا داخل المساجد. لما كانت المساجد أظهر كان الأزهر بيتكلم عن مصر بكل إجلال، وتجد في جامع الأزهر الهوية المصرية حاضرة. لكن لما بقت المساجد المملكة العربية السعودية، لما بقت المساجد التيار الوهابي، من مصلحة التيار الوهابي إن الانتماءات الوطنية تقع وتطلع بس الانتماءات الوهابية عشان يسيطروا على الوطن ويسيطروا على مقدرات الوطن من خلال الكلام عن الدين. إحنا بنتكلم عن دولة وهم بيتكلموا عن خلافة. احنا بنتكلم عن القاهرة عاصمة الدولة وهم بيتكلموا عن قدس عاصمة الخلافة. القدس لها منزلة مقدسة عند اليهود والمسيحيين والمسلمين، لكن عندي القاهرة أقدس. عندي أنا القاهرة أقدس. المسجد الأقصى له منزلة ومكانة، والكنيسة في القدس لها منزلة ومكانة، لكن عندي أنا الهرم أقدس. ولا أرى تضاد ولا أرى صراع بين المقدسات الوطنية وبين المقدسات الدينية التي تجلها وتوقرها في كل مكان.